ميلك تشيك الاوريو احلى واسرع ميلك تشيك ممكن تعمليه على طريقه الكافيهات في البيت. مش مكلف خالص خالص، بطريقه سهله جدا وبسيطه قوي. عايزه اقول لكم ان سعره مبالغ فيه في الكافيهات، اقل حاجه 35 جنيه 40 جنيه. تعالوا نعمله في البيت ونشرب كلنا، مش هيكلفنا اقل حاجه 20 جنيه. يلا نشوف الطريقه دي سهله وبسيطه. اول حاجه عندي هجيب باكيت من الاوريو اللي هو الكبير، 8 قطع زي ما انتم شايفين كده. وهجيب اي ايس كريم انت حباه، شوكولاته فانيليا المتوفر عندك، وطبعا لو ميكس مفيش اي مشكله خالص. بعد كده بقى هجيب كوبايتين من الحليب، وطبعا لازم يكون الحليب بتاعنا مسلك زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى ورق الخلاط، اي حاجه عندك اللي تقدري تضربي فيها مفيش اي مشكله خالص. بعد كده هجيب باكت الاوريو، حوالي 8 قطع من الاوريو زي ما انتم شايفين كده. هبتدي انزل بيهم في الشفشق الخلاط بالشكل القمر ده كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هجيب بولتين كبار من الايس كريم الشوكولاته، او لو انت عندك ايس كريم فانيليا، لو انت عايزه تعملي ميكس مفيش اي مشكله خالص. بعد كده انزل بمكعبات من التلج زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم وصفه سهله جدا وبسيطه قوي، مش هيكلفنا حاجه خالص خالص. بعد كده هنضربهم ضربه كويسه جدا. هجيب بقى الكوبايات بتاعه القمر دي اللي انا هقدم فيها، وطبعا صوص شوكولاته زي ما انتم شايفين كده. وابتدي ازين الكوبايه بتاعتي بالظبط بالشكل ده كده، علشان طبعا افرح ولادي اكنه في الكافيه بالظبط، ما يفرقش حاجه عن بتاع الكافيهات زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم بجد مش مكلف خالص خالص. لو انت بتجيبيه من بره يبقى مكلف عليكي جدا. الطريقه دي سهله وبسيطه ومضمونه، ويكفي ان انت عاملاه في البيت، وطعمه بجد خطير. بعد ما ضربت بقى الميلك تشيك بتاعي، هبتدي بقى افضيه في الكاسات اللي انا هقدم فيها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ عايزه اقول لكم قوامه كان تقيل جدا، وكان طعمه بجد في منتهى الجمال. دلعي بقى اولادك اكتر وفرحيهم. جبت قطع من بسكوت الاوريو، كسرتها كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. هحطها بقى على وش الكوبايات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. بعد كده بقى هزين وش الكوبايات من فوق بصوص من الشوكولاته. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم دلع بجد كان خطير. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. حطي وما تستخسريش، اعملي ولادك وفرحيهم. مشروبات الكافيهات في البيت عايزه اقول لكم بجد كان طعمه في منتهى الجمال. وطبعا بما اننا بقى عاملينه زي الكافيهات بالظبط، جبت شالومات كده وحطيتها وقدمتها لاطفالي بالظبط بالشكل القمر ده كده وفرحتهم. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. احلى واجمل ما هتجيبيه من الكافيه، ويبقى طعمه بجد في منتهى الجمال، ويكفي ان انت عاملاه في البيت، ومش هيكلفك خالص خالص زي ما انتم شايفين كده بالشكل القمر ده. شايفين قوامه؟ والفوم من فوق بجد كان تقيل جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقولك لو جايلك ضيف فجاه في 3 دقايق بالظبط هتكوني مجهزاه زي ما انت شايفه كده، هينبهر جدا من النتيجه. والطعم ما يفرقش حاجه عن الجاهز، بل بالعكس احلى واجمل كتير. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.